طبعا نزلت الشحن مالي عشان ما نزلت زيت. صفيت الرز من المويه شوي، خلاص صفيت البطاطس مع اللحمه، وهنا المويه حقتي ارجع احطها على الرز، اخذ من المويه حقت اللحمه وانزلها في الرز مثل ما انتم شايفين. تمام. هذه طبعا الرز نزلتها انا تبعت الرز عندنا كيف الرز. سويت السلطه اللي بلبن، وسويت السلطه كمان هنا عادي. ننزل البصل والخيار بعدين طماط. تمام. هنا طماط بشكل هذا الشكل، بما انه خلاص نقطع بهذا الشكل. بما انه هرجع انا انزل الماء. تمام. والتتبيلات انزل البهارات. تمام. شوية معجون كمان، شوية بهارات وكمون وكذا يعني. الطماطم بهذا الشكل. تمام. الكوسة مع الجزر. ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. بما انه اليوم شايفين كيف الشوربة حقتنا. تمام. ما شاء الله تبارك الله. انتم مثل ما انتم شايفين. تمام. اليوم الشوربة حقتنا ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. الحين انا عادي، انا كمان سوي انتي صح؟ انا كمان بس البهارات وشوية معجون كمان. انا الحين الطماطم خلصت كده، ارجع احط عليه مويه. الله تبارك الله مثل ما انتم شايفين هنا بالله محدده عليه. انا هنا عندي حنزل الرز على شوي شوي. تمام. عندي هنا الرز صار اسود شايفين. صفيت الرز مثل ما انتم شايفين، ما خليتها تستوي مرة. انتم شايفين هنا نزلت الرز تبارك الله. خلاص هنا باقي بس احط شوية سكر عين من السلطة هذه، وكمان سويت العين. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا شكل الرز اليوم قدم البرياني. ما شاء الله تبارك الله. شوف الرز من عندي طلع كيف مستوي. ما شاء الله تبارك الله. ارجع كذا انا اكثر عليه ان شاء الله بيطلع نتيجة كويسة. حطيته على النار، ارجع كمان انزله في الزبده. تمام. خلاص انا شفت هذا من النار، ارجع انزله في الزيت. تمام. بارك الله. الصلاة على النبي. شوفوا كيف ما شاء الله. نسوي كمان طريقة ثانية مثل ما انتم شايفين. حطيت سميد، هرجع كمان حنزل كاس ونص. تقريبا كوب حليب. ننزل اعمل عليه بيكنج بودر. كمان كوب سكر. البسكوت حطيت عليها ملعقة زبادي وملعقة قشطة. رجعت كده خلاص، أنا كده فردت العجين. رجعت كده خلاص برفع الصينية. أنا خلاص أنزل القشطة على البسكوت. تمام. وأرجع أفرده زي ما أنتم شايفين. رجعت أنا خلاص رجعت أنا فردتها بهذا الشكل. تمام. ننزل الحليب هنا. تمام. أرجع أنزل كمان عندي شوية من كريمة الطبيخ هذا كمان قليلها شوية. أرجع أحركها. تبارك الله. هذه عندي هنا السميد جاهز. أنا حشيله بهذه الطريقة. أرجع بسم الله أنزله هنا في السميد زي ما أنتم شايفين. أرجع أوسعه بهذه الطريقة. تمام. شوفوا الطريقة عندي هنا كيف. طبعا بهذه الطريقة أنا هرجع أغطيه مثل ما أنتم شايفين. تمام. عشان يكون كده متساوي عندي بس والله. تبارك الله. شوفوا كيف تبارك الله. طبعا شوفوا كيف تبارك الله. الحين كده بعد ما طلعتها من الفرن هرجع أرش عليها حليب مركز. تمام.
حرام عليك.